تحتج احتجاجا صارما على ما تعرضت له جريدة الرأي أوبينيون في شخص مديرها أخ محمد الإدريسي، وفي شخص رئيس تحريرها أخ خالد الجمعي، من تهديد وتخويف في وزارة الداخلية، لا لشيء إلا لكون صاحب المقال خالد الجمعي يقول إن الانتخابات منذ 63 يدبرها ويسيرها حزب سري، وبذلك يقول المؤسسات تفقد كل مصداقية. فأنا أقول بأن هذا إنما قال في مقاله الحق، وإنني لا أشاطره في تسمية الحزب السري بالحزب السري، لأنه لم يبقى سريا بل أصبح علنيا ويشتغل في واضحة النهار. والصراحة تقضي كذلك سيادة الوزير الأول أن أقول لسيادتكم وسيادة وزير الداخلية، عفوا سيد وزير الدولة في الداخلية والإعلام والباقي، أقدر الفيل زاد الفيلة على كل حال، إن الانتخابات أقول لكم بكل صراحة إن الانتخابات في المغرب لن تستقيم ولن تكون لها نتائج صحيحة وسليمة ما دام نفس الجهاز الذي يقوم بها منذ 30 سنة هو نفسه الذي يقوم بها، خصوصا وأنه بعدما كان جهازا إداريا أصبح الآن بحمد الله وقوته جهازا حكوميا، لأن هيمنة وزارة الداخلية تحت غطاء اللامركزية أو غطاءات أخرى أصبحت واضحة وجلية في كل الأماكن، في الجامعات، في المساجد، وفي كل مكان. وأصبح عندنا 60 حكومة